صحة فطوركم وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. وطبقنا لنهار اليوم هو المتوم الجزائري اللي كامل الناس تحبوه، خصوصا في النهار الاول تاع رمضان لازم يكون حاضر فوق الطابله مع واحد لاستيوس اللي تخلي لي بولاد تاعكم يجوكم طرايه وما يجوكمش ناشفين. بسم الله نديروهم مع بعض. هنايا جبت الطاجين تاعي، حطيت فيه حبه بصله تكون متوسطه الحجم، ذبلتها فوق النار مع شويه تاع الزيت، بعدها ضفت عليهم اللحم تاعي. انا هنا كنت درت اللحم بكري وتقدروا تعوضوه بالغنمي، قليتهم مع بعض حوالي ساعه على نار هاديه حتى تقريبا اللحم تاعي طاب. بعدها ضفت عليهم سنينة تاع الثوم وضفت عليهم التوابل اللي هما ملح فلفل اسود وشويه تاع الكمون، ومرقت بالماء يكون سخون ورجعتهم فوق النار حتى يطيب لنا تماما هذاك اللحم. في هذا الوقت نخدموا لي بولات اللي فيهم لا فيونداشي، ضفت عليها سنينة تاع الثوم مع دنوس ملح فلفل اسود وشويه تاع الكمون. بعدها نبدا نضيف الماء تدريجيا. انا دات لي حوالي ربع كاس، مع كل مره نزيدو ونعجنو مليح هكذا باش يرطب لنا لا فيونداشي تاعنا، وثاني راح يجيكم بزاف طري وبنين. نديرهم ديبولات هكذا صغار ونديروهم على هذاك لاصوص بهذه الطريقه. وهنايا في الاخير ضفت عليهم الحميصه اللي كانت عندي طايبه من قبل. نرجعوا فوق النار حتى يطيبوا لنا هذوك البولات ويتجمر لنا الطبق تاعنا، وراه واجد. شهيه طيبه، سلام.